كل شيء في هذا الكون بأجل، كل شيء في هذا الكون بقدر، كل شيء في هذا الكون بتوكيل وتصريف من الله سبحانه وتعالى. ينزل الله تعالى الداء ويجعله مدة من الزمن لا يتعافى الإنسان حتى يأذن الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لحكمة يعلمها ربي سبحانه وتعالى، يكفر عنها به ذنوبا، يمحو به عنه من سيئاته، يرفع بها من خطاء من درجاته عنده سبحانه وتعالى. هذا أمر يعلمه الله. لكن الذي نتيقن به تماما أن الذي أنزل الداء كما قال عليه الصلاة والسلام هو الذي ينزل الشفاء، والإنسان عليه أن يسعى. فلذلك رسالة إلى كل محزون بسبب المرض: اعلم أن الحال الذي أنت به هو خير لك، لأن الله هو الذي ارتضاه لك. فعليك أن تسعى بأخذ أسباب الشفاء وكثرة دعاء الله عز وجل، ثم بعد ذلك تفوض أمرك إلى الله، لعل الله كما أنزل الداء أن ينزل عليك الشفاء ولا يحرمك ذلك الأجر العظيم.